السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. في أحداث الليلة اجتماع اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة والوضع في الأراضي المحتلة. تطورات الموقف في المكسيك. وطقس سيء يجتاح أنحاء العالم. بالإضافة إلى تقريرنا الرياضي اليومي. رحبت مصر بقرار إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية باستئناف المفاوضات بينهما بشأن تنفيذ اتفاق غزة أريحة الأسبوع القادم. وأعرب السيد عمرو موسى وزير الخارجية في تصريح له اليوم عن أمله في أن يتوصل الطرفان خلال المفاوضات إلى اتفاق تنفيذ إعلان المبادئ بينهما نصا وروحا. وأكد ضرورة تحقيق أهداف الاتفاق أي الانسحاب الإسرائيلي من غزة وأريحة طبقا للاتفاق، وإقامة السلطة الفلسطينية والاتفاق على إجراءات الأمن المشار إليها في الاتفاق، والتمهيد للخطوات القادمة في إطار إعلان الحكم الذاتي في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والإعداد لمرحلة المفاوضات النهائية في ظرف عامين من الآن. وأضاف السيد عمرو موسى أن اجتماعات وزراء خارجية دول إعلان دمشق ستعقد في دمشق بعد غد الأحد، وسوف تتركز على دراسة الموقف في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة في عملية السلام ومناطق التوتر الموجودة في المنطقة، وبحث التعاون الاقتصادي بين دول الإعلان. في عمان وقع سعيد التل نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي الأردني والسيد فاروق قدومي رئيس الدائرة السياسية بمنظمة التحرير الفلسطينية اتفاقا للتعاون بين الأردن وفلسطين شامل المجال الاقتصادي والتبادل التجاري والسلعي والاستثمارات والصناعة والزراعة والمياه والكهرباء والاتصالات والمواصلات، وكذلك التعاون بين القطاع الخاص في كل من الأردن وفلسطين. وقد وصف وزير الإعلام الأردني الاتفاق بأنه طيب للغاية ويمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق العملي، وهو يشمل عددا من الأنشطة الاقتصادية، إلا أن نتيجته العملية الأولى ستكون على الأرجح إعادة فتح فروع المصارف الأردنية في الضفة الغربية المغلقة منذ أن استولت إسرائيل على المنطقة في عام 1967. وقال السيد قدومي أن الاتفاق بداية حقيقية للتعاون الفلسطيني الأردني المثمر على كافة الأصعدة، وهو خطوة إيجابية على طريق التنسيق بين الجانبين لما بعد تطبيق اتفاق الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة التي يتم تحريرها. وفي لفتة تشير إلى حسن النيات قبل استئناف محادثات السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 101 من المعتقلين الفلسطينيين، من بينهم 47 شخصا من سكان قطاع غزة، بالإضافة إلى 54 شخصا من الضفة الغربية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صدق على عملية الإفراج في مطلع هذا الأسبوع. وعلى صعيد آخر استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس بعد أن طعن جنديا إسرائيليا وخطف سلاحه. وقد شهد مخيم جباليا بقطاع غزة مصادمات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية بعد إلقاء زجاجات حارقة باتجاه موقع إسرائيلي، مما أسفر عن وقوع خسائر مادية كبيرة. كما شهد قطاع غزة إضرابا شاملا احتجاجا على ممارسات